نقول لك يا تبون ونصحح لك المعلومة، الجزائر فيها 1%، فيها واحد جاهل ورخيص وطحان هو نتايا. نتايا راجل الزهرة الفايحة الخانزة، انت والوزارة تاعك المنقش طحانين يا سراقين، كليتوا البلاد يا سراقين، كليتوا البلاد يا مخنز يا فروخة. وأتحداك تبون، أتحداك يا اخي تقول وراهم يكتبوا في الصفحات عندك ويقولوا ونروحوا للطليان يجيبوا طهاري. اتحداك يا وليد القحبه لا كان تقدر تجيبني وتهبطني للبلاد. اتحداك هاك انتيا وقدامك قدام ورب الحكومه الايطاليه وكلكم كيما راكم. اتحداك تهبطني للبلاد، اقسم بالله نبقى لك عصيه في زق الزهره الى يوم يبعثون يا وحد النقش يا تبون الفايح. غير نبقى لك عصيه في زق الزهره نموتش قبلك، نقتلك بالقنطه يا وليد القحبه، نقتلك بالقنطه. وعلى بالي بك باللي اللايف تاعي تشوفهم وراك تشوف لي لايف تاعي، وعلى بالي باللي الشاشره راهم يبارطاجيو لك ويوصلك الفيديو وتشوفوا يا وليد حميده ذراب الترمه يا ولد الحماره. باباه امام نقش، باباه بوي تبون امام، كان في مشريه امام ويتبع الذراري في المايضه. فهمتوا؟ عليها خاوتي حاشاكم وحاشا دركم احنا نقولوا ولد القحبه، حاشاكم على خاطر لو كان امو تبون، لو كان تبون لو كان امو ما كانتش قحبه ما تجيبش واحد كيما تبون بالفصحى هذه، باللغه العربيه الفصحى. لولا كانت امه قحبه لما جابت تبون لما جابت واحد كيما تبون. على خاطر المراه الشريفه ما تجيبش واحد كيما تبون، المراه الشريفه ما تجيبش واحد كيما نزار، المراه الشريفه ما تجيبش واحد كيما توفيق. قتلوا من الجزائريين بمئات الالاف على خاطر امهاتهم قحاب. اسف على على هذا التفسير، اسف على هذا التوضيح. والله يا خاوتي أكبر قحبات في الجزائر هي أم خالد نزار وأم التوفيق وأم العربي بالخير وأم الجنرالات هذو كامل وأم تبون هي الخاصة، راجل الزهرة الفايحة أمه فري قحبة حاشاك. اللي داروه في الشعب ما داروش إبليس في عباد الله. اللي تعذبوا الشعب الجزائري ما تعذبوه بسبب حاشاكم ولاد القحاب. لولا امهاتهم القحبات العاهرات لما وصلنا لما آلت اليه الجزائر اليوم. ولاد السيده، ولاد القحاب كما كتب السيد السيده، ابناء الزنا، نظام العرايه. الناس خلاو الشعب يموت بالجوع يا رب. الشعب يموت بالجوع وساكت على حقه بسبب الشعوذة. سحروه. فيقوا ينعدين الراسة تاع باباكم يا الشعب المذلول، فيقوا ينعدين الراسة تاع باباكم الحلول. شو مع روحك خمم يا البغل يا الجزائري الزايلة حاشا الأحرار. فيق مع روحك، شوف تراش قول هكا، قول لك لماذا طهاري قاعد يسب فيا؟ لماذا؟ خمم مع روحك، قول هكا لماذا طهاري يسبوني؟ لماذا؟ خمم مع روحك يا وحد الهايشه يا الزايله يا اكل الفئران. خمم مع راسك طراش، قول لماذا طهاري يسبوني؟ شو مع روحك مع المرايه. الشر والجوع والميزيريه قتلاتك يا ولد القحبه. الجزائر اغنى دوله في العالم وانت تموت فيها بالجوع يا ولد الحماره. فهمت عليه الجزائر عليه طهاري يسب؟ فهمت؟ احنا ماناش من هذوك اللي يهضروا صراع الاجنحه
وجناح ضد جناح، والله واحد يسرب لي حاجه، جنرال يسرب لي حاجه وانا نروح نسربيها ضد الجنرال الاخر، والله والي يسربي لي حاجه باش انا نسربيها ضد الوالي الاخر. لا، انايا نيكم ونبقى ورا الشعب هذا، ورا الشعب هذا نوض ربو ذراع، نوضها مذراع ونيكو ثوره عارمه ونطيحوا رب النظام ويطيحوا جميع الاجنحه. هذا هو الهدف تاعي وتاع الاحرار، خاصه جميع الاحرار، هو يخرج الشعب كامل نضربوها له هذا النظام، وليس شراع الاجنحه وهناك جناح، لا جناح لا ربي قلنا يتنحاو قاعدين الرب، يتنحاو كاع على خاطر كاع اولاد القحاب. خاوتي يوم السبت هناك مسيرة في جنيف، الحاضر يعلم الغايب، وعلى الجميع يجي. تحياتي لخاوتي كامل اللي حب نتلاقاو ثم نتلاقاو ان شاء الله في جنيف باذن الله يوم السبت، ولو 5 نوفمبر في باريس، وكاينه حتى 5 اكتوبر. 5 اكتوبر دركا نهار الخميس ولا وقتاش كاينه كم بعيد. الله قال ربي يحفظكم خاوتي، تحياتي لكم جميعا. شكرا شكرا دين الرب، شكرا شكرا دين الرب على البارطاج، شكرا شكرا على القلوب، شكرا. تحية لكل حر من الجزائر إلى المغرب إلى تونس إلى ليبيا إلى موريتانيا، تحياتي لأحرار العالم. تبون يحرق الراس تاع باباك الحلوف، ولا عدت راجل أرواح هبطني من الطليان، لا عدت راجل. هاني هنايا هاني نستنى فيك، راني في الفيات باندا تاعي في الطوموبيل مشعل اللامبه، نستنى في الباطري طيح وننزل ندز نوض ونزيد نيك ندير لايف واحد اخر ونسب الزهره البايعه. هاني هنا نستنى فيها ربك، لا عدت راجل نتايا وشنقريحه النقش البوال العطاي وجميع الجنرالات النقوشه. راني هنا نيك الراسه تاع باباكم الحلوف كيما راكم، راني هنايا قاعد لكم الشوكه في الزق تاع نساكم وتاع بناتكم. يا ابناء الرخص، يا ابناء الزنا، لعنه الله عليكم يا مقحبه. سامحوني خاوتي على التطيح، مي الله غالب، الله غالب. هذه بوسه لاي حر، سامحوني الله غالب خاوتي. اللي ما يحبش سبان ما يتفرجش اللايف ويسكت ويحكم قاع ويسكت، ما يبداش يقول لك ان النضال ليس بالسبان. يحكم زكه اكبر، كل واحد يحكم زكه، يقفل زكه ويروح يناضل في الميدان وليس وراء التليفونات. يوم السبت في جنيف نتلاقاو ان شاء الله. من يقول ان طهاري يسب نتلاقى مع ربو يوم السبت في جنيف. جنيف هذه في سويسرا، وسويسرا وين؟ في اوروبا، واوروبا اين تقع؟ تقع شمال افريقيا دين الرب. صافا، يلا السلام عليكم خاوتي.